شاب كان غيضيع راسو ملي دخل الحبس. كيعاود القصه ديالو لواحد الامام، قال ليه ما عرفتش منين نبدا، انا شاب عندي 26 عام، انا الكبير في خوتي والاسره ديالي فقيره بزاف وصحابي ما كيصليوش وما كيصوموش، الحياه ديالنا بكل صراحه صهير وخمر ومخدرات. 10 سنين هو على هذا الحال، حتى لواحد النهار خاصاتو الفلوس، وقف على واحد الشاب سرق ليه التليفون ديالو وضربو وهرب. خويا الله يحفظك، شوف شدوا التليفون. كيسحب رسالات هنا حتى وقفوا عليه البوليس في دارهم، وتشد وسط الصداع والغوات ديال الجيران والدموع ديال الام اللي تبعاتو حتى الباب ديال الكوميساريه. ودابا ولا جالس وسط 4 ديال الحيوط كيأنب في راسو وتيقول كون رجعت بيا الوقت وما نغلطش هاد الغلطه. اول نهار في الحبس كان طويل بزاف والعينين دايرين بيه اللي كيغرسوا الخوف في القلب، وتعرض للظلم بلا سبب. ودازت الايام وجا وقت الزياره، خرجت وانا فرحان، قلت راه غادي نلقى الام ديالي كتسناني. وصلت وما لقيتهاش، لقيت الاخت ديالي الصغيره اللي عندها 5 سنين وخاتي. حسيت بشي حاجه ماشي هي هذيك، وجات عندي اختي كتجري وعنقاتني وهي كتبكي. ماما كتعيط عليك كل ليله، مرضات وتشلات، وبابا مات بالفقصه، بقينا غير بوحدنا، رجع لينا راني توحشتك بزاف. سالات الزياره ورجعت وانا مهموم، ما كرهتش كون مت قبل ما نسمع هاد الاخبار، وبديت كنحس بالكبده ديالي كتحرق، خصوصا فاش شفت الاخت ديالي والخاله ديالي غاديين. ملي دخلت للزنزانه كان عندي واحد الكارو وخطفوا لي واحد السجين معايا في الحبس. قلت ليه ردوا لي، قال لي السجين ما غردوش ليك، مالك كتخرج في عينيك؟ قال لي الشاب نعس الشيطان صاحبي، واش كدوى من نيتك؟ المهم ما بغاش يرد لي الكارو. تيقول بانت لي واحد السنسله نطرتها لي من العق ديالو، قال لي حتى انت هاد السنسله هادي والله ما غديها حتى ترد لي الكارو ديالي. رد عليه هذيك السنسله غادي نردها بالطريقه ديالي. قال لي الشاب الا كنتي غادي تردها بطريقتك يلاه بين لي دابا. قال لي انا غادي نوريك. واحد النهار الشاب كان داخل الدوش ودخل خونا من وراه، تيقول الشاب وليت كنحس بالغدر، تيقول كنشوف جوج كيتناموا عليا من بعيد، واحد فيهم كان قاتل الروح باش دخل الحبس. هنا الشاب تيقول عرفت راسي راه غنتغدر، تندوش وما بغيتش الشامبان ينزل لي على عيني، حيت هذه هي الفرصه اللي كيتسناو فيها باش يا اما يصفيوها ليا ولا نتضرب شي ضربه خايبه. واحد شويه وهو يدير راسو راه نزل لي الشامبان على عينه، وبقى جاري معاهم تيدوز ايدو من فوق العين ديالو وكيشوف اشنو غيطرا. قال داكشي اللي فكرت فيه هو اللي طرا، عرف غير غيطيح ليه الشامبان على عينه غادي تحقر. حتى كيبانوا ليه جايين جوج كل واحد فيهم هاز جوج فراوه. تيقول مع بغيت نهز راسي كينزل عليه واحد بضربه جاتو اليد، وكان موجد راسو لهذا الشيء، رجع اللور وضرب واحد الحنك. تيقول حيت وليت كنشوف الموت قدام عيني، وجاو الموظفين وناضت الروينه وشهدوا فيه جوج صحابهم. تيقول كنت انا اللي مظلوم وليت انا اللي ظالم. من وراه طلعوا الكاشو غادي يعرفوا الناس اللي دوزوا الحبس، ليله وحده فيه بحال دوزتي عام. واحد الموظف مسكين كان مقابل الكاشو، تيقول الشاب الله يرحم ليه الوالدين، عاودت لي اشنو طرا، قال لي كلشي في خباري. قال لي الشاب الله يرحم الوالدين شوف لي شي طريقه كيفاش نهضر مع الدار. قال لي راه انا ما نقدرش نخالف القانون. تيقول هذيك الليله دازت عليا كحله ما نعسش، وصلت درجات وليت حاشاكم كندفل الدفله وعنده واحد العود رقيق كيحسب بها النفاخات ديال ديك الدفله. تيقول جا عندي المدير مع الصباح وقلت لي استاذ والله ما درت شي حاجه. قال لي المدير عارف كل شيء، ماشي غير جيت وحليت عليك، سير دابا دوش وغادي نحيدك من هنا وغادي نديك لجناح اخر. كيقول الشاب تخيل معايا بلاصه دار فيها 9 شهور، ملي كتدخل اول مره للسيلون كيكون عامر، كاع البلايص عامرين، كتسنى حتى يخرج شي واحد عاده كتشد بلاصتك، وقبل ما تشد بلاصتك تسنى ياخذ هذاك اللي كان قبل منك. كيقول صافي مشيت لجناح اخر من عند الله، كانوا جوج بياصات خاويين، ولقى شي ناس كيعرفهم وكيعرفوا الاب ديالو. شويه عرفت بالله اللي ضربت معاهم راه غادي يتابعوني وعندهم الشهود. كيقول وليت كنحس بهذا الشيء ما غاديش يسالي، وليت خايف من منتف اخر وغتزاد عليا المده، وخايف حتى من الاخرين اللي باقيين معايا في الحبس. واحد النهار هو في السيلون كيسمع السوارت والباب كيتحل، طراق طراق. تيقول وفي ديك الوقيته ما خاصش الباب يتحل، حنا يلا دخلنا من الاستراحه ديال العشيه. ملي تحل الباب في ديك الوقيته تيقول وليت كنحس بالكوابيس في راسي، راه غير ديك طراق في ديك الوقت راه قلبك كيتزعزع. ديك طراق راه حكايه بوحدها. شويه سمع السميه ديالو فلان بن فلان. تيقول الشاب
قلت ليهم واش نجمع حوايجي، تيقول يا اما يديوني ترونسفير يا اما يديوني نتحاكم على المشكله. قال لي ما تجمع لا حوايجك لا والو، غادي تمشي عند المدير راه بغاك. مشينا عنده ولقيتهم دايرين المجلس التاديبي على داك المشكل، وعيطوا على حتى دوك الجوج اللي كان معاهم المشكل. تيقول المدير عنده واحد الدماغ واعر الله يعمر ليه الدار، عنده غير نيشان ما كيضيع حتى واحد. ملي وصلت مشيت ريحت في الكرسي وسكت شويه، كيبانوا لي دوك الجوج اللي شهدوا فيا حتى هما جايين ومعاهم الجوج اللي ضارف معاهم. ملي شفتهم وشفت الشهود قلت صافي راه غادي يعمروا ليا، غادي تزادني منتف اخر. صافي عولت ودرتها بين عيني، اللي دارها الله هي اللي غادي تكون. حتى كنتفاجئ بالمدير جبد الفيديو ديال الواقعه كيفاش وقعت ولقاني بلا انا مظلوم، واللي شهدوا فيا عطاهم 25 يوم. الحق هنا بان. رجعت وانا فرحان، ربي نصفني. كيف دخلت طحت على ركابيه وبديت كنبكي بالحرقه، وبدات كتسمع الانفاس المنكسره ديالو. ما قدرش يتحمل، هز يديه للسما وتيقول يا ربي ترجعني كيفاش كنت، يا ربي الا كان هاد الظلم والقهر اللي تعرضت ليه هو سبب الهدايه ديالي انا راضي بها وبين يديك. وبدا تيبكي بحال شي دري صغير. سامحني، غلطت بزاف، ولكن قلبي راجع ليك. التوبه بدات كتدخل للقلب، وبدا كيحس بالبكا والفرحه في نفس الوقت، وكيحس براسو راه مشتاق يصلي. وبعد ايام طويله جا النهار اللي غادي يخرج فيه، خرج بوجه وقلب شاعل وعامر بالايمان. وقف قدام باب ديال الحبس وتنفس بعمق وقال بصوت منكسر الظلم هداني والله سبحانه وتعالى استجاب الدعاء ديالي. وبصوت مرتعش والبكيه خانقاه تيقول شكرا يا ربي، حينت من وسط الظلام علمتيني نعرف طريق الحق. الحمد لله. يما غادي تسمح لي. الله يسامحك يا وليدي. حتى لهنا سالات القصه ديالنا، ونحلوا واحد القوس. قبل ما دير شي حاجه وتقولب فكر شكون اللي غادي تخليه كيبكي عليك في الاخر. شارك هذا الخير باش تنفع به الغير، والسلام عليكم ورحمه الله.